أستاذ ميري أول نص تقوليه إن يسوع هو الآب والابن والروح القدس. إذا من مات على خشبة الصليب هو الله. وعندك حضرتك نصوص في رسالة بولس الرسول إلى أهل تيموثاوس الإصحاح الأولى 6:16 الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدني منه الذي لم يراه أحدا من الناس ولا يقدر أن يراه الذي له الكرامة والقدرة الأبدية آمين. أولا بولس يقول الذي وحده له عدم الموت. هل المسيح لم يمت يا أستاذة ميري ما دام هو الآب والابن والروح القدس؟ طيب هل الله لم يراه أحد؟ هل أحد لم يرى المسيح؟ ثالثا أين الكرامة في جلده 40 جلدة؟ أين الكرامة في البصق عليه؟ وإن أحد الجنود لكمه وأكره على ثيابه القرعة. هي دي كرامة الله يا أستاذة ميري. حضرتك ذكرتي أشعياء 9:6 يولد لنا ولد ويكون الرئاسة على كتفه ويكون اسمه عجيبا. هل هذه المقولة تدل على السيد المسيح؟ طيب هل السيد المسيح يا أستاذة ميري كان اسمه عجيب؟ مع ان حضرتك لسه قايله يهوى هو يسوع. اذا ان هذه النبوءة أشعياء 9 لا تنطبق على السيد المسيح. وحضرتك نسيتي سفر العدد ان الله لا يكون انسان فيكذب ولا ابن انسان فيندب. يعني من المستحيل ان يكون الله او ابن انسان، مع ان كلمة ابن الانسان ذكرت داخل الكتاب المقدس في اكثر من 80 نص. طيب حضرتك قلتي قبل ان يكون ابراهيم كائن انا كائن. طبعا ما ينسف هذا النص عزيزتي ماري هو قول سليمان الذي قال فيه الرب قناني اول طريقه من قبل اعماله منذ القدم منذ الازل مسح منذ البدء مثل منذ اوائل الارض. امثال 8:22 الرب قناني اي خلقني. والنص الاخر الذي يتكلم على ملكي الصادق انه بلا اب ولا ام ولا نسب ولا بداية ايام له ولا نهاية حياة له بل هو مشبه بابن الله. هذا يبقى كاهن الله الى الابد. عبرانيين 7:3. فهنا ملكي صادق لابد لا بداية له ولا نهاية حسب الكتاب، إذا هو أحق بالألوهية عن السيد المسيح نفسه. فإما تعترفي ببطلان ألوهية الاثنين أم تعترضي بالألوهيتهم معا. في كلا الحالتين هو استدلال خاطئ. طيب حضرتك قلتي كولوسي 2:8 حل فيه كل ملء اللاهوت جسدية. طيب حل فيه كل ملء اللاهوت في الجسد. هل الآب والابن والروح القدس هما اللي اتجسدوا؟ أمال أثناء المعمودية لما تم الانبساط من الآب على الابن وسمعوا صوت من السماء، طيب ازاي كان فيه ملء اللاهوت يا أستاذة ميري؟ طيب نروح لنص آخر يوحنا 7:39 وقال هذا عن الروح الذي كان المؤمنين به مسمعين أن يقبلوه لأن الروح القدس لم يكن قد أعطى بعد لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. تمام يا أستاذة ميري؟ طيب أنت حضرتك قلتي ابن يعني حاجة تاني قلتي تقريبا غلاطي 4:4 ولما جاء ملك الزمان أرسل إن مولودا من امرأة مولودا تحت ناموس. طيب هل يسوع وحده في الكتاب المقدس يدعى ابن الله؟ طيب آدم في لوقا 3:38 آدم ابن الله. أخبار الأيام الأول 28:6 سليمان ابن الله وقال لي إن سليمان ابنك وهو يبني بيتي ودياري لإني اخترته لي ابنا وأنا أكون له أبا. طيب نروح لمتى 5:9 طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. أيوب 1:6 وكان
استأذنوا الله ليمثلوا أمام الرب، وجاء الشيطان أيضا في وسطهم. فكل المذكورين هؤلاء في النصوص دعوا ابن الله. طيب رؤية 5:12 قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح، إله يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة. حضرتك استشهدت بنص أنا والآب واحد. يستدل المسيحيون بهذا النص أنه على دليل ألوهية، ولكن هو ليس كذلك. والدليل أن الكتاب المقدس لم يصف فقط المسيح والآب واحد، بل وصف التلاميذ أيضا إنهم واحد مع المسيح والآب. والنص يقول: ليكون الجميع واحد كما أنك أنت أيها الآب واحد فيا وأنا فيكم، ليكونوا أيضا هم فينا، ليؤمن العالم إنك أرسلتني. هذا النص في يوحنا 17:21. فحسب النص يا أستاذة ميري إن جميع التلاميذ واحد في الآب، فهل يدل ذلك على ألوهية التلاميذ أيضا؟ يعني المقصود أن هدفنا واحد وطريقنا واحد. وكذلك وصف الكتاب المقدس الزوج والزوجة على إنهم واحد، فهل يدل ذلك على إنهم واحد في الذات أم واحد في الطريق والهدف؟ حضرتك قلتي أنا في الآب والآب فيا. هذا النص لا يدل على ألوهية السيد المسيح. لا، هنا نص آخر يقول في يوحنا 14:20: فالتلاميذ أيضا في المسيح والمسيح فيهم. والنص يقول: ليكون الجميع واحد فينا، يدل أيضا على إن التلاميذ في الآب. فهل هذا يدل على ألوهية التلاميذ مع ألوهية الابن؟ والنص يقول كما في يوحنا: في ذلك اليوم تعلمون في أبي وأنتم فيا وأنا فيكم. في وقت ليه يا دكتور؟ نعم. دقيقتين ونص عندك. دقيقتين ونص. الأستاذة ميري قالت نص: من رآني فقد رأى الآب، وهذا يعتبر تعبير مجازي. نفهم ذلك من النص الذي يقول فيه المسيح للتلاميذ: من يسمع منكم يسمع مني. فهل التلاميذ هم المسيح؟ من يقول نعم فهو للأسف يكون مختل، ومن قال لا قد نسف الاستدلال على هذا النص. ثانيا، هل أحد يرى الله؟ لأن الكتاب المقدس قال: لا يستطيع أحد أن يرى الله ويعيش. فإن المسيح كان يقصد: من رأى أعمالي فقد رأى أعمال الرب. ونلاحظ أن السيد المسيح كان يتكلم بأمثال ولم يتحدث بأساليب الحقيقة، والدليل في متى 13:34. وهذا كله كلم يسوع الجموع بأمثال، وبدون مثل لم يكن يكلمهم. أما نص الروح القدس إن شاء الله لو في وقت أنا أجاوب لك عليه. هو طبعا في نص في الرؤيا أن الله له 7 أرواح، يعني ليس الروح القدس المذكورة في الكتاب تدل على الألوهية، أو لفظ الروح لا يدل على ألوهية السيد المسيح، لأن لو اعترفت بهذا فعليك أن تعترفي ب9 أقانيم الآب والابن و7 أرواح الله كما هو مذكور في رؤية يوحنا الأول. شكرا يا دكتور آدم، اتفضل يا استاذ. معك